هناك علاقة وطيدة بين الماء والتغيرات المناخية أكيد، وارتباط بهذه العلاقة ما يسائلنا اليوم ليست العلاقة بل النتيجة. النتيجة هي الهجرة المناخية بفعل الجفاف وندرة الموارد المائية. وطبعا الحديث عن الهجرة سيجرنا للحديث عن سلسلة من المشاكل الإنسانية. ربع ساكنة العالم تعاني من قلة الماء حاليا، وإذا استفحل ضغط التغيرات المناخية سنصل إلى ضعف هذا الرقم. سؤال، ونحن في اجتماع برلماني العالم بمعنى المشرعين وصناع القانون وأنتم الخبراء والمنظرين، وحكوماتنا كلها منخرطة في المبادرات الدولية الرامية إلى رفع التحديات المرتبطة بالبيئة والتغيرات المناخية والأمن الغذائي. إذن في نظركم، وهذا سؤال موجه لكم السادة المحاضرين، أين الخلل؟ أين الخلل؟ انظروا إلى اجتماع اليوم، خبراء، مشرعين، سياسيين، نقاش هام، تتبع إعلامي كبير، لكن الواقع يعكس عكس ما نقول، أو على الأقل عكس ما نطمح أو ما نصبو إليه. أنتم كخبراء ونحن كساسة ربما نتكامل في كل شيء، في الرؤية والمقاربة، لكن تقارب رؤانا يواجه ببعد عن الواقع. تقارب رؤانا يواجه ببعد عن الواقع. سؤالي مرة أخرى، متى سيكون لاجتماعاتنا هذه ما بعدها وما قبلها؟ ما قبلها واقع يتم رصده، وما بعدها واقع يتم إصلاحه. أين الحلقة المفقودة هنا؟ أهو عجز وظيفي وبنيوي لنا جميعا؟ هذا سؤال. اسمحوا لي مرة أخرى، هناك مشكل، وأخشى فيما أخشاه أن نكون نحن جزء من هذا المشكل. أنتظر ردود فعلكم. شكرا.